ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وقد توفي والده عبد الله، وكان عبد الله من أحب أبناء عبد المطلب إليه. فلما مات والمرأة حبلى كان عبد المطلب يتمنى أن يكون الحمل ذكرا، وإذا بآمنة تلد ذكرا كما تمنى جده. وقد رأى جده عبد المطلب رؤيا منامية أن آمنة ولدت ولدا وأن الولد اسمه محمد. فلما ولدت جاء عبد المطلب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير عند ولادته ودخل به الكعبة. أول مولود يدخل به الكعبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأسماه محمدا وأحبه، وجاء المراضع إلى مكة وكل تتجاوز محمدا لأنه يتيم. فلما كانت آخر وحدة تصل إلى مكة حليمة السعدية ولم تجد غير محمد، قالت لزوجها: ما رأيك أن نأخذ هذا اليتيم لعل الله أن يبارك لنا فيه؟ فرضي لها. فما إن أخذته حتى در ضرعها باللبن، وحتى تغيرت حياتها وتباركت هي وتبارك زوجها وتباركت القرية التي أتوا إليها. أصبحت البركة ظاهرة والرحمة واصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين من صغره إلى كبره، كل حياته رحمة للعالمين. وصل النبي الطفل الرضيع إلى بادية بني سعد، وكانت حليمة من أفقر بيوتات بني سعد، وكانت غنمها كان ذلك العام شدة، لم يكن ينزل مطر إلا قليل، الغنم تأتي ضعيفة ليس فيها من الحليب شيء. فما إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الأمطار وكثر الخير ودرت الأغنام وكثر الخير على بيت حليمة، فرأوا من بركاته ما لم يحصل لهم سائر حياتهم قبل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل قمة في العدل رضيع. تقول حليمة: كنت إذا ناولته ثدي الأيمن رضع منه، فإذا نقلته للثدي الآن رفض، أبى، لأن معه شريك في الرضاعة كان لا يرضع إلا من ثديها الأيمن فقط، فإذا ناولته الثدي الأيسر يرفض أن يرضع. هذا ثدي الآخر ولدها الذي ترضعه. ينمو صلى الله عليه وسلم يتيما غريبا في بادية بني سعد، ولكن الذي آواه في يتمه هو الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ومن آواه الله لا يضيع. فما إن بلغ صلى الله عليه وسلم سن الفطام وأصبح يمشي ويرعى البهمة، حتى نزل عليه ملكين جليلين من أجل ملائكة السماء، جبريل وميكائيل، فأضجعاه على ظهره وشقا صدره وأخرجا قلبه، وأخرجا من قلبه سخيمة الشيطان، وغسل قلبه وملآه حكمة، ثم رجع الأمر كما كان. وكان ينظر إليه واختشق صدر أخوه من الرضاعة. جرى فأخبر أمه حليمة بما حدث لأخيه محمد، فجاءت حليمة تسعى وأخذت محمدا وضمته إلى صدرها صلى الله عليه وسلم وقالت: ما بك يا بني؟ فأخذ يحدثها بالتفاصيل: عملية قلب مفتوح بلا ألم، عملية قلب مفتوح بلا تخدير، عملية قلب مفتوح في غير مستشفى في بادية بني سعد، أول عملية قلب مفتوح في التاريخ.